صديقي المشاهد، ازاي حضرتك؟ اتمنى صحتك تكون بخير. عندنا النهاردة 3 اخبار في غاية الاهمية بيأثروا تأثير مباشر على الامن القومي المصري. عاوز تعرف؟ يلا بينا. اولا، هزيمة الجيش الاثيوبي واستخدام سلاح المسيرات. 2، انشاء قاعدة عسكرية اسرائيلية في ارض الصومال. 3، واهم حاجة، استبدال طائرات الاف 16 الامريكية بالجيتين الصينية. أولا يا صديقي المشاهد، لازم تعرف مدى ضعف الجيش الأثيوبي، لأنه بيتلقى خسائر بالجملة في صفوف الجيش، وكل ما يقوم بعمل هجوم مضاد تكون النتيجة موت عدد كبير من القادة العسكريين. وأيضا مؤخرا تم أسر مجموعة جديدة من الجنود الأثيوبيين، واللي بيخلي ميليشيات فانو أمهرة بالقوة دي إنها مدعومة من إريتريا دعما لوجستيا وماليا وكمان بالسلاح. وكمان بفكرك صديقي المشاهد إن إريتريا في الأول كانت بتساعد إثيوبيا في تدمير ميليشيات التجري، فقدروا إنهم يقضوا عليهم، بس دلوقتي الوضع بقى مختلف. طيب، وفي ظل بقى التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، هل هيقدر الجيش الإثيوبي إنه يحسم المعركة لصالحه؟ وكمان في أمر في غاية الأهمية، ألا وهو استخدام أثيوبيا لسلاح المسيرات للمرة الثانية. دلوقتي بقى بتستخدمه ضد ميليشيات فانو أمهرة. ولكن لا أخفي عليك سرا يا صديقي، أن هناك مجازر حدثت بين أهالي فانو أمهرة وفي قتل المدنيين بالجملة بسبب المسيرات دي. وأحضك علما يا صديقي المشاهد أن أثيوبيا دي عليها عقوبات أمريكية، وهي كمان دولة فقيرة، فإزاي بقى ومن فين بتشتري المسيرات دي؟ يا صديقي، أثيوبيا استوردت المسيرات دي من إيران، واستوردتها كمان بعدد كبير جدا، عشان بقى تقدر تتمكن على ميليشيات التجري، وكمان دلوقتي تقدر تستخدمها على ميليشيات فانو أمهر. تاني حاجة صديقي انت لازم تعرفها، انه تردد في الصحف الإسرائيلية أنباء عن نية إسرائيل في بناء قاعدة عسكرية. فين؟ في دولة أرض الصومال. مش الصومال، أرض الصومال اللي هي صومالي لاند. دي دولة منشقة عن الصومال وغير معترف بها دوليا. كان السبب يا صديقي أو الإدعاء الإسرائيلي ببناء قاعدة عسكرية هناك هو التصدي للحوثيين، وكمان إمكانية ضرب اليمن من خلال القاعدة دي. وكمان قالوا إن هم هيعرضوا أشياء كتير لأرض الصومال مش غالية ومش هتكلفهم كتير، وكمان بناء القاعدة دي نفسها برضو مش هيكلفها كتير. وبكده يا صديقي المشاهد، أرض الصومال اتفقت مع كل من أثيوبيا وإسرائيل على بناء قواعد عسكرية على أراضيهم، وجود كمان منفذ بحري ليهم يطل على البحر الأحمر، وده هيشكل تهديد إضافي على قناة السويس. صديقي المشاهد، مصر تسكت؟ أبدا. ترسل مصر عددا كبيرا من المستشارين العسكريين المصريين إلى الصومال. وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: هدفنا هو تأمين الأراضي الصومالية. فيا صديقي المشاهد، لو أرادت دولة أرض الصومال إنها تهاجم الصومال نفسها، مين هيكون ليها بالمرصاد؟ مين هيكون ليها في المواجهة؟ هي مصر. وممكن كمان تكون هناك حرب في المستقبل بين مصر وأثيوبيا بسبب الموضوع ده. أخيرا وليس آخرا، وده أهم خبر عندنا في الحلقة دي يا صديقي المشاهد، وهو استبدال طيارات الاف 16 بطيارات الجيتين. عاوز أقول لك يا صديقي إن مصر بتمتلك أسطول ضخم جدا من طيارات الاف 16 ومطارات المهام. ده احنا عندنا حوالي 220 طيارة مقاتلة منها. لكن يا صديقي المشاهد، لا أخفي عليك أمرا، أن الولايات المتحدة تريد أن تضمن التفوق الجوي لدولة سوسو، علشان لو حصلت حرب بين مصر وسوسو مستقبلا ما تتمش إبادتها. فتتفوق طيارات الاف 16 الإسرائيلية بقدرات وإمكانيات مش موجودة في الاف 16 المصرية، وكمان بتتسلح بصواريخ إمرام بعيدة المدى، ودي مدى بيوصل حوالي 120 كيلومتر، ودي ما بتوصلش للجيش المصري أبدا بسبب الولايات المتحدة الأمريكية. وكمان بفكرك يا صديقي اللي عملته أمريكا في 2013 لما عملت علينا عقوبات عسكرية، وكان لينا 12 طيار اف 16 في أمريكا بيتصلحوا، ما رضيتش أمريكا تجيبهم. وكمان كان لينا طيارات أباتشي بتتصلح، وطيارات الأباتشي دي هي مهمة جدا في مواجهة الإرهاب، برضو ما رضيتش تجيبهم.
إمتى؟ في عز مواجهة الإرهاب في سيناء. طيب تيجي تقول لي بقى يا صديقي المشاهد، يا عم احنا عندنا طيارات رافال ودي طيارات قوية جدا، فخلاص يعني مش مستاهل، ايه يعني طيارات الاف 16؟ احب اقول لك يا صديقي الموضوع مش بس واقف كده، احنا اتفقنا مع فرنسا على شراء صواريخ ميتيور، ودي صواريخ بعيدة المدى حوالي 100 كيلومتر، فبتدي تفوق للجيش المصري. لكن امريكا تدخلت ولغت الصواريخ دي مع انها جاية في الصفقة، لكن امريكا تدخلت ولغتها. لكن بقى مع اصرار الجيش المصري قدرنا احنا ناخدها. لكن بقى لو حصلت حرب أو حتى مجرد توترات بيننا وبين دولة سوسو، هل هنقدر نحصل على الصواريخ اللي احنا عايزينها؟ فكان البديل يا صديقي المشاهد وهو التنين الصيني. من مميزات الطيارة جيت 10 يا صديقي إنها بتتفوق على الاف 16 المصري، لأنها مش ناقصها أي أنظمة إلكترونية حديثة، وكمان جاية معها كل الصواريخ بما فيها الصواريخ بعيدة المدى. والمفاجأة يا صديقي إن الصواريخ دي هيتم تصنيعها داخل مصر، وطبعا مفيش أي عقوبات علينا من أي حد يقدر يأثر على الصفقة الصينية. وبكده يا صديقي العزيز تبقى انتهت حلقتنا النهاردة، وبشكرك إن أنت مهتم جدا بالشأن المصري وبتحب بلدك، وربنا يحفظ مصر. شكرا.